اكشولي في حاجات كتير في حياتي او حياتنا احنا فاكرين ان هي ضعف، في الاخر طلعت ان هي قوه. اللي عايزه اقوله لكم ان انا كنت نازله اصلا لابسه ونازله عندي مشوار، فبالتالي لقيت ايه زي ما هتشوفوا دلوقتي. لقيت ايه الدنيا بترخ، مش بقى يعني بدات تشتي وبعدين بترخ، فمعرفتش انزل، كنسلت المشوار واضطريت يعني انزل يوم تاني. وقلت اقعد معاكم بقى نقعد نحكي شويه بما اني بقى لابسه وجاهزه، اني بقى النهارده اوف من النزول، فان شاء الله ابقى فاضيه واعمل لكم المونتاج بسرعه وانزله لكم. فهنتكلم النهارده عن حاجات كنت فاكراها ضعف وطلعت قوه. اكشولي في حاجات كتير في حياتي او حياتنا احنا فاكرين ان هي ضعف او بتعبر عن الضعف، في الاخر طلعت ان هي قوه. اصدمكم دلوقتي هما كذا حاجه بصراحه، انا محضراهم هنا. اول حاجه كنت فاكره انها ضعف وهي الحساسيه العاليه. انا زمان كنت فاكره انه كوني حساسه ده معناه اني ضعيفه، لكن ان حساسيتي ديت خلتني بالرغم ان انا برضو او ان هي كانت عامله لي شويه سلبيات، واني بتاثر بالناس بسهوله وبسرعه، وحاسه ان انا عايشه جوه دماغي اكتر، وان انا على طول بتاثر من اي موقف، الا انها برضو فادتني جدا. خلتني احس ان انا بحس بالاخرين اكتر من اي ناس تانية، خلتني احس ان انا متعاطفه معاهم جدا. واكشن يعني كنت فعلا كده، انا مش بس خلتني احس كده، لا انا فعلا كنت متعاطفه مع الناس جدا. كنت ببقى بخاف اقول اي كلمه لا تاذي مشاعرهم، وده مش اي حد بيعمله. يعني ما في ناس كتير مؤذيين، واكيد في قصه احدكم شخص او شخصين او كتير مؤذيين. فايه اللي بيخلوهم مؤذيين؟ ان هم مش بيحسوا بالناس اللي حواليهم، مش بيحسوا بالطرف التاني. فالحساسيه علمتني ان انا اكون متفهمه مشاعر اللي قدامي جدا، وبخاف اذيب اي كلمه. وكمان خلتني او زودت لي التعاطف وان انا احس بيهم اكتر وافهمهم بسرعه، وده زود عندي الذكاء العاطفي. مش بس الحساسيه، هو انا اوريدي هي مجموعه عوامل تمام، بس من ضمنها الحساسيه. فالحساسيه شويه زودت لي الذكاء العاطفي، ما خلتنيش باردة المشاعر، لا بحس باللي حواليا، بفهمهم بسرعه وبفهم عليهم، بحس بالتفاصيل. واهم حاجه هي ادتهاني ان انا اكون انسانه رحيمه بنفسي وبالاخرين. فاكرين الحديث اللي هو بتاع الرسول اللي كان بيقول يدخلون الجنه ناس افئدتهم كالطير؟ مش عارفه انا قلت الحديث كده صح ولا غلط، بس تقريبا كده. انا كنت بتضايق قوي لما انا اتاثر باي موقف او باقل موقف واقعد اعيط واقعد زعلانه. بس اكتشفت ان هو الموضوع ده يعني الرسول اصلا اتكلم عنه، يعني انتم متخيلين؟ وان شاء الله ان شاء الله الناس اللي هي الحساسه واللي على طول بتتاثر ودمعتها قريبه جدا تنزل يعني بسرعه، الناس ديت يعني ان شاء الله مكتوب لهم الجنه. والناس ديت ربنا الرسول اتكلم عنهم في الاحاديث بتاعته. فاكتشفت ان الناس ديت عظيمه، ان انا كنت فاكره. كنت بقعد احاول، كنت بجد والله العظيم بقعد كده، كان بقالي سنين قبل ما اعرف الموضوع ده اصلح في حته ان انا حساسه، او انا مش قابله نفسي كده، لحد ما انا اكتشفت الموضوع بتاع الحساسيه ده. يعني ممكن اقول من سنتين وشويه، فبدات ادرك اللي هو لا يا حبيبي، انت شخصيتك كويسه، يعني شخصيتك ما تغيريهاش. الحساسيه دي ذكاء عاطفي اصلا، ناس كتير بتاخد كورسات عشان يبقى عندها ذكاء عاطفي. وبوضح تاني، الحساسيه بس مش ذكاء عاطفي، لا هي حاجات تانية كتير في الذكاء العاطفي يعني. فتقبلت نفسي جدا بنسبه، يعني مش عايزه اقول 100%، بس بنسبه كبيره في موضوع الحساسيه ده. وخلاص يعني ادركت ده وتقبلته، فبالتالي ما غيرتوش وحبيته اكتر. يعني بالعكس، ان انا لما ابقى حساسه انا اللي هو دي حاجه جزء مني بيعبر عني، بيعبر عن شخصيتي. كله عارف ان انا ان حبيبه مش بقى حساسه اللي هو بتقعد تزعل من اي موقف، لا ما عدتش كده، بقيت بدير اكتر الحساسيه. بمعنى ايه؟ يعني انا هقول لكم ازاي برضو دلوقتي شويه نقاط كده ازاي تديروا الحساسيه بتاعتكم.
اول حاجه، ودي حاجه على فكره انا شغاله عليها دلوقتي، ان انا ما اخدش المواضيع بشكل شخصي. يعني مثلا اترفضت في شغل، ما اخدهاش بشكل شخصي، او ان حد مستقصدني. حد رفضني مثلا، طلبت طلب او طلبت مساعده وحد رفضني، برضو ما اخدهاش بشكل شخصي. حد ما ردش عليا، ما اخدهاش بشكل شخصي. فاول نقطه، ما تاخدش الحاجه بشكل شخصي. الموضوع ده بجد بيأثر جامد. يعني انت لما تتعامل بروفيشناليتي في الحياه اصلا، ولما ما تاخدش الامور خالص بشكل شخصي، الحساسيه اكيد هتقل للنص. اوكي. تاني حاجه، وهي ان مش اي رأي او مش اي كلمه حد هيقولها لي او اي انتقاد فده بيعبر عني او يمثلني، لا خالص. برضو دي ليها علاقه بنقطه ان انا ما اخدش المواضيع بشكل شخصي. تاني حاجه برضو ان انا كلام الناس ده يعني لا يمثلني. مش هقول لكم بقى ان هو بيقعد يمثلهم وعلى حسب وعيهم والناس حد بينتقدك فمعناه ان هو مش عارفه ايه. مش هتكلم كده قوي. بس انا اللي انا اقصده ان مش كل كلمه انت تتاثر بيها. انا عارفه ان انت كشخص حساس بتتاثر بالكلام، وده طبيعي جدا. بتتاثر بيه اضعاف الناس التانية. بس اللي اقصد اقوله لك ان مش كل كلمه حد هيقولها لك او كل راي فده بيعبر عنك. دي بقى حاجه حاول تتعلمها. ما تتوجعش او ما تحسش ان انت قليل او كده. هتحس بده في الاول بس هتحاول تقلله. انا قصدي عايزاك تدرك الفكره اللي انا بقولها دي. انت تدرك الموضوع طبعا زي ما انتوا عارفين بنسبه 50% من علاج اي مشكله. فان انت تفهم ان مش كل كلمه او كل راي ده بيعبر عني. دي انا ديت انا كحبيبه عندي حدود وعندي هويه. فانت اي كلمه انت بتقولها اوكي هتعدي على الفلتره بتاعتي، هتعدي على الحدود اللي انا حطاها. هل دي كلمه او تناسبني ولا لا؟ لو مش فيا او ما تناسبنيش خلاص طز فيك. لو كلمه ديت فيها نقد مثلا بناء، اوكي هبص بقى على نفسي تاني واشوف هل انا محتاجه اطور او اسمع منه او اخد نصيحته ديت واطبقها في حياتي. اوكي. لو برضو مش الظروف مش مناسبه او اصلا مش محتاجه اطبقها في حياتي، خلاص مش شرط. المهم نكون نفسنا ونكون احنا بهويتنا والحدود بتاعتنا اللي احنا حاطينها. مش ان احنا يعني ندوب كده في كلام الاخرين دخلوا فينا وكل الحاجات ديت. تالت حاجه بقى وهي اني افصل بين النيه والتاثير. يعني ايه؟ هفهمك. يعني مثلا ممكن حد يكون اسلوبه وحش او اسلوبه كده، اسلوبه طف مثلا، جه يتكلم معاكم. ممكن يكون نيته كويسه، هو مثلا قصده ان هو وجهكوا لحاجه، مثلا لو في شغل او في دراسه. دكتور مثلا جه يكلمك او كده بطريقه وحشه، هي دي طريقته او اسلوبه. بس جه يكلمك قالك مثلا اي حاجه، البروجكت اللي انت عاملاه ده مش حلو، الاينمنت اللي انت عاملاه ده فيه تعديل مش عارفه ايه بتاع. فانت كشخص حساسه اكيد هتتاثري، بالذات لو طريقته وحشه. انت هتاخديها بشكل هجومي قوي عليكي، واللي هو طب حاضر انا هصلحها. او ممكن تعندي وتقولي له، او مش تقولي له بقى بينك وبين نفسك، اللي هو انت بتتكلم كده ليه ومش عارفه ايه وبتاع. فهو ممكن يكون دي طريقته، دي اسلوبه او منصبه بيحكم ان هو يتعامل بالطريقه دي. فاحنا هنا لازم نفرق بين ان ماشي انت اسلوبك وحش وكلامك دي حاجه تانية مني. يعني كلامك ده انت ممكن يكون انت نيتك ماشي خير، انت نيتك ان انت تصلح او نيتك حاجه كويسه، بس انت اسلوبك وحش. فاحنا عايزين نفرق بين ان شيلوا اسلوب الشخص ده على جنب وركزوا في الكلام. هل الكلام ده دلوقتي صح ولا غلط؟ فاهميني؟ فانا بقيم الكلام او الموقف بعقلي مش بمشاعري. لو انا قيمته بمشاعري هنا هقعد اقول طب ده اسلوبه وحش ومش عايز لي الخير ومستقصدني وحاجات كتير كده، وهاخد الموضوع برضو بشكل شخصي. رابع حاجه ودي مهمه جدا، عايزاكي لما يحصلك اي موقف تسالي نفسك سؤال مهم: هل الموقف ده يستحق مني كل الطاقه دي ولا لا؟ هل الموقف ده يستحق مني ان انا استنزف كل مشاعري وتركيزي وطاقتي دي ولا لا؟ لو لا، يبقى let go ونعدي الموقف، نعتبره من الماضي ونكمل في حياتنا. لو الموقف خلاص نبدا نتعامل بهدوء، نشوف هنتصرف ازاي. مش عايزين نقعد نحلل كتير على الفاضي عشان الاوفر ثينكينج هيظهر كتير. فهنقعد نحلل الموقف ومش هنحل حاجه. لا، احنا عايزين لو الموقف له اهميه من طاقتنا دي، خلاص نروح نتعامل ونشوف هنتصرف ازاي بكل هدوء كده. انا عايزاكم تكونوا هاديين وباردين على قد ما تقدروا.
حاجه كمان عايزه اقولها لكم، حاولوا دايما تكتبوا مشاعركم باستمرار، لان زي ما انا قلت لكم الحساسيه هتولد اوفر ثينكينج. لان دلوقتي انت اكيد مش هتبقى حساس كده على الفاضي، اكيد حصل موقف فخلاك تحلل وتحس بمشاعر معينه فخلاك تفكر كتير، فاللوب دي مش بنخلص منها، فبيحصلك اوفر ثينكينج. فانا عايزاكم تدونوا دايما اي موقف بيحصل لكم انتوا حسيتوا بتاثير من ناحيته. في موقف مثلا حصل لي فانا هقعد اكتب انا حصل لي الموقف كذا كذا كذا، تمام، اوكي الموقف حصل، ماشي، انا حسيت بايه؟ حسيت بواحد اتنين تلاته، اوكي، طيب هل الموقف يستدعي مني ان انا احس الحاجات دي؟ ولا كان دلوقتي لو انا مش في الموقف نفسه، لو انا شخص غريب جه بصيت على الموقف، هل الموقف فعلا يستاهل مني ان انا احس واحد اتنين تلاته؟ لو خلاص يبقى انا محقوقالك، انت عندك حق. لو لا يبقى هنعمل تمرين كده اللي هو اعاده تعريف الموقف او اعاده صياغه الموقف تاني. فهنقعد نكتب ونقول يعني احنا مثلا لو دلوقتي شخص غريب جه شاف الموقف ممكن نشوفه ازاي. ممكن تحط احتمالات، مثلا يعني مثال زي الراجل مثلا اللي كلمك وحش ده، ممكن تحط احتمال اللي هو ممكن يكون اسلوبه كده، ممكن يكون هو كان حصل له حاجه في يومه فمش احسن حاجه، ممكن يكون هو مش في المود، يعني احتمالات كتير. تمام، انا مثلا حسيت بواحد اتنين تلاته، نبدا بقى ندير مشاعرنا، نصيغ مشاعرنا، نقعد نقول اوكي مثلا انا حسيت بالحاجه الفلانيه دي، بس هو ممكن يكون مش قصده مثلا، يعني مش قصدي تبرري له، بس انا قصدي تبرري لنفسك انت عشان انت ما تحسيش بالالم والمشاعر الكتيره دي، وخلاص تعدي الموقف وتنسيه، مش تقعدي تفكري فيه طول اليوم. فتقعدي تشوفي تقولي خلاص لو الموقف ده حد جه من بره بص عليه ممكن يقول واحد اتنين تلاته، ممكن الموقف ده عادي ما يستدعيش البتاع. لو تقدري برضو، لو تقدري ساعتها ان انت تحكي عن الموقف اللي مضايقك ده لحد قريب منك، حد بيفهمك وكده وهيطمنك، فروحي واتكلمي معاه. لو حد بيطمنك ويسمعك خلاص روحي اتكلمي معاه واحكي له على الموقف. هو بقى ممكن يحل الموقف، او اكيد هو هيقولك لا مثلا انت مش المفروض تزعلي لان واحد اتنين تلاته، مش المفروض تحس، او مش المفروض مش تحسي بكده، بس هو يفهمك بقى وجهه نظره او يفهمك الموقف نفسه. فبالتالي هتحسي انه اللي هو دماغك كده هيبدا يتفتح شويه، تقولي وممكن يكون حصل كده كذا كذا مثلا، بس انا عشان جوه الموقف وبسوق الموقف بمشاعري مش بعقلي. هو بقى الشخص ده هيفكر معاكي بعقل، وانتي هتكوني طبعا مشاعرك فياضه وحاسه بالحساسيه ديت وكده، فمش هتعرفي تفكري بالطريقه العقلانيه. فالاحسن يا اما تكتبي تحطي مشاعرك كلها على ورق، او تتكلمي مع حد موثوق هيسمعك وهيطمنك. اخر حاجه عايزه اقولها لك في التبس، انا حاسه ان انا الفيديو ده كده هنتكلم فيه عن الحساسيه بس، ما علينا، احاول اختصر بسرعه. اخر حاجه هو ان حساسيتك ديت مش لازم تظهر لكل الناس، لان في ناس مؤذيه، في ناس ممكن تستغل الضعف ده، ممكن تحس ان انتي لا انتي بتتاثري وعيوطه ومش عارفه ايه، فتبدا تدوس على الحته ديت اكتر وتبدا تضايق اكتر. فحته الحساسيه دي مش عايزاكي تبينيها لكل الناس غير لما تعرفي يعني معادنهم، او تبقي مطمنه لكذا حد، فاوكي تبقي قادره ان انت تظهري معاه بالحساسيه دي، او تكوني واصله انت وحد للقرب، فاللي هو اوكي انا هكشف جزء عني كمان ان انا شخص حساسه، او مثلا يعني فهماني لو حصل مثلا موقف او حاجه في شغل او حاجه عامه، مش بقى طبعا انت عاقله يعني مش هتقعدي تعيطي بقى عماله على بطال يعني، لا ممكن يا اما زي ما بقولك تكتبي مشاعرك، يا اما تتكلمي مع حد، يا اما تكتمي لحد ما تروحي، بس مش كل حاجه تظهر للناس. يعني انا عايزاكي تكوني قويه، تكوني جبل قدام الناس، تمام، حساسه من جوه وكل حاجه ورهيفه المشاعر، بس حساسيتك دي مش تطلع لكل الناس، عشان انا خايفه عليكي وخايفه على الناس، او مش خايفه عليكي وخايفه عليكي من الناس المؤذيه اللي ممكن تاذيكي، اللي ممكن تستغل نقطه ضعفك دي، وهي مش نقطه ضعف، بالعكس انا قلت لك ان هي نقطه قوه، بس هما ممكن يفتكروها ان هي نقطه ضعف. حد مؤذي هيفتكرها نقطه ضعف، فيقعد بقى يتك عليكي كل شويه، وبدل ما انت تحاولي تقللي الموضوع او تبداي تدريه، مش هتعرفي كده تدريه والدنيا هتبوظ. حاجه واللي هي كنت بجلد نفسي عليها طول الوقت
وهي الاوفر ثينكينج. الاوفر ثينكينج يا جماعه بيجي ازاي؟ بيجي لما انتي تكوني حصل لك موقف، فبالتالي في مشاعر طلعت، تمام، فبالتالي قعدتي تحللي الموقف وتقولي انا كنت المفروض احس بكده، ولا هو المفروض يتصرف كذا وكذا وكذا. التحليل ده بيولد اوفر ثينكينج. فالاوفر ثينكينج ببساطه هو البروسيس دي كلها. فعشان نحل الموضوع ده طبعا محتاجه تكتبي. بس الخطوه بتاعت النقطه اللي فاتت بتاعت الحساسيه، محتاجه تكتبي الموقف وتشوفيه وتبداي بقى تحلليه على الورق، وتشوفي فعلا هل هو يستحق طاقتك ولا لا. هل هو مثلا يعني التفكير الزايد ده، يعني هل هو بيحصل لي كل شويه ولا لا؟ طب ما هو هيولد توتر ومشاعر كتير سيئه. طيب ممكن تحاولي تهدي نفسك بالتامل، باليوجا، باي رياضه، بالرقص. المهم تلهي نفسك على قد ما تقدري. تقعدي تكتبي. انا عاده بمر بتفكير زايد، ومش عاده يعني بنسبه كبيره، بس عشان انا شخص قلق جدا. تقريبا قلت لكم عني او عرفتكم عني في الحته ديت في فيديو مره من الفيديوهات، تقريبا بتاعه التوتر يعني، او مش فاكره. المهم، فاللي انا بعمله ان انا بكتب اي حاجه حصلت، او بتكلم مع حد قريب مني، او ان انا بحاول الهي نفسي على قد ما اقدر. والاهم ان انا اهدي نفسي، ان انا اتعلم اهدي نفسي، لان دي حاجه مهمه. انت لما تهدي نفسك، هرمون الكورتيزول اللي هو برضو بيفرز التوتر مش هيعلى كده عمال على بطال، لا، هتلاقيه بيعلى بحدود، مش اترفع فجأة، لا، تلاقيه هدي كده شوية. فما انت تهدي نفسك، تلعبي رياضة، تركزي في حاجة معينة، مش ان انت على طول بقى قاعدة للتفكير وكده وتحليل الموقف، لا، بالعكس، ان انت تشغلي نفسك، ان انت اهم حاجة تلعبي رياضة، تحركي جسمك، تحسي بنفسك، او مثلا تعملي اعمال اللي هي فخار، او الحاجات الهاند ميد، اللي هو انت تحسي بنفسك بجسمك كده. ده بيقلل كتير من التفكير، وبيحسسك ان انت يعني ان انت تمام وهديتي جدا. في النهايه حبيبتي عايزه اقولك ان الحساسيه مش ضعف، الحساسيه قوه، ومش حاجه نخبيها ولا نخاف منها. بالعكس، احنا نتعلم ازاي نهذبها وازاي نديرها، وما نخليهاش هي اللي تسوقنا ولا تسيطر على مواقفنا. فلو انتي شخص حساس، حاولي ما تحوليش الحساسية ديت ضد نفسك، استخدميها في انك تفهمي، تختاري، تقربي من اللي شبهك، وكمان تزودي تعاطفك مع الناس، وتحسي ان انتي فخورة بنفسك ان ربنا رزقك هذه النعمة. وبس كده، ده فيديو النهاردة. حبيت اقول جمل هادية ومرتبة في اخر الفيديو، علشان يعني مش عارفة توصل لقلبكم اكتر. حبيت في نص الفيديو ان انا طبعا اتكلم من قلبي وكل الحاجات ديت. المهم، اكتبي لي تحت في الكومنتس ايه اكتر احساس بيتعبك كشخص حساس، ممكن كلامك يطبطب على حد غيرك او عليكي، فيا ريت تكتبي لي تحت في الكومنتس بجد. ممكن حد فعلا يقرا الكومنت بتاعك ويستفاد منك، او يحس ان هو حاسس زيك، يحس ان انتوا زي بعض، او يحس ان هو مش لوحده. فتنسيش تتابعيني على انستجرام، فيسبوك، وتيك توك، كل البلاتفورمز بتاعتي بسيبها تحت في الديسكريبشن بوكس. ولو حبيتي الفيديو وعايزه فيديوز من ديت كتير، فياريت برضو تكتبي لي تحت في الكومنتس. بس كده، تشاو تشاو.